السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين دينا ولميس. النهاردة إن شاء الله معانا حلقة جديدة من حلقات وصفات من مطبخي مع دينا ولميس. الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن تفاصيل 5 ساعات قضاها الشيف علاء الشربيني بغرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة. قبل ما نتكلم عن الفيديو بالكامل ما تنسوش لو أول مرة تزوروا قناتنا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايكات الجميلة منكم. يلا مع بعض نتابع الفيديو بالكامل بعد الفاصل. قضى الشيف علاء الشربيني 5 ساعات داخل غرفة العمليات أمس السبت، وذلك بمستشفى بالمهندسين لإجراء عملية جراحية دقيقة بالساقين، حيث كان يعاني من انسداد في الشرايين ولازال تحت الملاحظة داخل المستشفى، ومن المفترض أن يخرج من المستشفى بعد يومين، وذلك حسب تقارير الأطباء له. وقالت زوجة الشيف علاء الشربيني أنه كان يعاني من آلام منذ 5 سنوات، إلا أنه كان يؤجل تنفيذ العملية حتى قرر أن يقوم بإجراءها أول أمس، خاصة وأنه خضع لتلك العملية منذ سنوات طويلة، إلا أن الشرايين انسدت مرة أخرى في ساقيه. وبعد إصابة الشيف علاء الشربيني نقدم لك في هذا التقرير بعض الأطعمة المحظورة التي تساعد وتزيد من فرص الإصابة بانسداد الشرايين وفقا لموقع بريفنشن. أولا، الكاتشب يحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم إضافة إلى السكر الذي يساعد على تكوين الدهون وانسداد الشرايين. وأيضا الخبز الأبيض من أكثر الأطعمة الغنية بالصوديوم، كما أنه منزوع النخالة والألياف، مما يجعل نسبة الكربوهيدرات مرتفعة فيه جدا، وعندما يتناول الإنسان الكربوهيدرات دون ألياف فإن نسبة السكر ترتفع جدا في الدم. والخضروات المعلبة تحتوي المعلبات في الغالب على كثير من الملح، مما يزيد من ضغط الدم، وهو ما يؤثر على كمية الأكسجين التي تنتقل إلى قلبك، والذي قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بنوبة قلبية، وأيضا يزيد من فرص الإصابة بانسداد الشرايين. وأيضا الوجبات المجمدة، نجد أن الوجبات المجمدة غالبا ما تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم، والذي يستخدم بهدف تنكيه الطعام، وكذلك يستخدم كمادة حفظ. وأيضا الأطعمة المقلية، فالأطعمة المقلية تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المتحولة، والتي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم ويخفض من نسبة الكوليسترول الجيد. وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، واللي بنتمنى فيه الشفاء العاجل للشيف الخلوق المحترم الشيف علاء الشربيني، وكمان عرضنا بعض النصائح لعدم الإصابة بمرض انسداد الشرايين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير، ولو أول مرة تزوروا قناتنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. كنتم مع وصفات من مطبخي مع دينا ولميس.